وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هقول لكم على شويه حاجات في المسلسل بتاع ليه لا الجزء الثالث. عايزه بصراحه اعلق على الموضوع من غير ان انا ما احرق المسلسل خالص، ما تقلقوش. بس في شويه كده يعني نقط المسلسل بيتكلم فيها وبيعرضها، فحبيت ان انا اتكلم فيها. اول حاجه ومن الحاجات اللي هقول لكم عليها، طبعا هي انتوا عارفين ليه لا 15 حلقه بيبقى، وتقريبا المخرجه اسمها مريم نعوم. طبعا نيلي كريم هي اللي عامله الجزء الثالث. عايزه اعلق على شويه حاجات، وايه هي بقى؟ حاجات جميله وفي نفس الوقت في حاجات سلبيه، وبس يعني اتمنى ان هم يعالجوها في نهايه المسلسل، لان لسه المسلسل ما خلصش طبعا. فانا مش عارفه هيعالجوا الحاجات دي، بس طرحهم للمشكله في حد ذاته يعني شيء ايجابي، بيطرحوا مشكله فعلا موجوده في المجتمع بتاعنا. اول حاجه عايزه اتكلم فيها، خلينا نبدا بالحاجات اللطيفه، وهي الزوجين اللي متجوزين بقالهم 50 سنه. انتم متخيلين لغايه دلوقتي بيحتفلوا بعيد جوازهم؟ فشايفين الجمال، يعني ده مثال جميل جدا جدا بيقدموه وبيدوه للناس. ويا رب نكون كلنا بنقلد الحاجات الجميله دي، ان احنا نبقى يعني الناس المرتبطه يفضلوا ان هم بيحبوا بعض ويفضلوا يحتفلوا ويفضلوا لطاف طول السنين دي، مش بس في اول فتره والحاجات الغريبه اللي بنسمعها دي. فده اول بصراحه نموذج حلو جدا جدا. طيب الزوجين دول برضو ناس متحضره وناس راقيه. هي مثلا بتنزل بتروح بتسافر مع اصدقائها، هي برضو خلصت تقريبا شغل وبتبتدي ان هي تروح رحله مع اصدقائها اللي هم كلهم كانوا معاها في الشغل وكده، وهو بيقعد مش عارف يهتم بالحاجات اللي عنده في البيت. عندهم مش عارف حمام او حيوانات اليفه او حاجات كده، ويعني راجل راقي كده ولطيف، ما عندهوش عقد ان هو مثلا يقول لها ايه ده ولا ولازم اجي معاكي والحاجات الغريبه. فبيوروا بصراحه نموذج شيك وراقي جدا جدا. كمان من بقى النماذج اللي مش شيك واللي مش راقيه جدا جدا، الولد المدلل اللي طالع في المسلسل ده، اللي هو بيبتدي ان هو بيتصرف بطريقه سخيفه جدا مع مامته وبرده مع اخته. المفروض ان هو بيبتدي يعمل تصرفات مش حلوه ابدا. وعنده جده، ده بقى عنده جده في المسلسل قال له جمله كده لفتتني، فحبيت ان انا كتبتها هنا عشان ما انساهاش. وهي بيقول له ايه؟ الولد ده اصلا مسك تليفون مامته وقعد يدور فيه ومش عارف ايه، وعرف ان هي مامته دي ناويه تتجوز لان هي اصلا مطلقه وكده يعني خلاص. ففتش في الموبايل، فجده قال له الراجل مش بيفتش في تليفون امه، يعني الراجل ما بيعملش تصرف زي ده. هو فاهم ان دي بقى رجوله وان هو المفروض يعمل كده. فيعني كان طالع طبعا صلاح عبد الله كان هو جده. طبعا الحاجة اللي بعد كده اللي هو برضو من الحاجات اللي حصلت مع الولد ده، اختلف مع مامته وراح عاش مع باباه فترة. باباه متزوج، فهو ولد اصلا زي ما قلت لكم هي مربياه بطريقة اصلا غلط. اغلب يعني المجتمع بتاعنا بيربي بالطريقة دي. فالولد ده راح معاش بقى مع زوجة والده. ابتدت ان هي تقول له بقى ايه، هو بقى مستغرب، هو متعود ان هو ياكل وما يشيلش الطبق بتاعه او ما يغسلهوش، يشيله وما يغسلهوش. بقت هي بتعلق على الموضوع ده، بتقول له ما تنساش تشيل طبقك، ما تنساش تغسله، وهو اصلا يعني تقريبا كده في سن 17 سنه في السن ده. فطبعا هو بقى مستغرب جدا يعني ان هي بتقول له الكلام ده، يعني عشان هو مش متعود على كده. هو شايف ان هو المفروض يشيل الطبق بتاعه ومامته اللي بتغسله او اخته. فلقى انه يعني الموضوع بالنسبه له غريب. يعني ده من ضمن الحاجات اللي عرضها المسلسل، بيوري قد ايه ان كانت طالعه انجي علي زوجة والده بتربي بطريقه صح جدا وبطريقه مظبوطه. فطبعا بيوروا النموذج الكويس، بيوروا النموذج اللي مش صح ابدا، ان احنا نكون لسه لغايه دلوقتي بنعمل كده. ف طبعا بيكلمها باسلوب عادي، يعني مش الطف حاجه، وباسلوب طبعا ما يصحش. يعني في ناس شايفين في المسلسل بيقولوا ان هو اصل بياخد مصروفه من مامته مش عارف ايه. انا شايفه ان حتى لو مش بياخد مصروفه من مامته، يعني المفروض ان هو يكون بيتعامل بشكل احسن من كده.
يعني معنى ان هو مثلا بيشتغل وبيصرف على نفسه ان هو مثلا يعمل الحاجات الغلط اللي انا اتكلمت فيها دي؟ اكيد لا. انا كمان عايزاكم تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، لان بصراحه انا ما لقيتش قوي حد بيناقش الموضوع ده، لانه موضوع يعني منتشر جدا جدا، ومعرفش ازاي بيغفلوا عنه ومش بيناقشوه ولا بيناقشوا المشكله دي في اي مسلسل او في اي فيلم. او لو فاكرين حاجه وانا ما شفتهاش اكتبوا لي في التعليقات. بصوا بقى ايه كمان بيناقش مشكله ان هي هتتجوز، مش الولد بقى خلاص. المسلسل بيناقش المشكله دي، انه الناس قد ايه مستغربه ان هي هتتجوز، ان هي بقى مطلقه وان هي هتتجوز تاني قد ايه، علشان هي عندها ولاد في سن 17، والبنت عندها بنت كمان في سن تقريبا برضو 20 حاجه كده. فانه قد ايه الموضوع ده بالنسبه للمجتمع مستغربين كده، كل ما تيجي تقول لحد فبيناقشوا الموضوع ده، انه خلاص بقى يعني عيب بجد، يعني ده حقها يعني دينيا وقانونا. يعني ايه وجه الاندهاش ووجه الاستغراب طالما شخص كويس شخص محترم؟ فبرضو دي من الحاجات الحلوة اللي هم يعني ناقشوها في المسلسل. ناقشوا كذا حاجة بصراحة. كمان يا جماعة وصلت انه اختها كانت معترضة جدا على الموضوع في المسلسل. طيب الحاجة اللي بعد كده، وهي البنت بقى اللي عايشة معاهم، اللي هي يا عيني مستغربة ان لسه احنا بنفكر بالطريقة دي ولسه بنتعامل بالاسلوب ده في يعني في الزمن اللي احنا فيه في 2023. فطبعا مظلومة، يعني مظلومة، بتقعد تقول لها مش عارف اعملي ايه سوي ايه، حاجات كده من التصرفات انتوا عارفين ده بيحصل في كل البيوت المصرية. فيعني نتمنى ان كفاية. خلينا نقول ان دلوقتي خلاص اللي اتربى على كده لازم هو يحاول يغير من نفسه، صعب ان حد يغيره. لكن ارجوكوا ده الكلام اللي انا حبيت اعمل الفيديو علشانه. ركزوا لي على الجيل الجديد، ركزوا لي على التربية، الناس اللي هم عندهم اطفال، ركزوا على عدم التفرقة في حاجات البيت، في شغل البيت، عدم التفرقة في انه الولد يروح مثلا مش عارف ايه والبنت لا ما تروحش. ده اللي انا بتكلم عليه. يعني دي الحتة اللي فعلا انه الولد ليه على اخته ان هو يقول لها تعمل ايه ما تعملش ايه، حتى لو الاب مثلا متوفي او مش موجود. غلط الكلام ده كله. يعني الولد زيه زي البنت، هما الاتنين اخوات، هما الاتنين زيهم زي بعض. هو مش احسن ولا هي احسن، مفيش حد احسن، هما الاتنين اخوات زي بعض. كفايه تربيه على ان انت احسن فانت قول لها تعملي ايه، كفايه. يعني لو انت ام ولسه بتربي على الموضوع ده فانت كده يعني محتاجه تراجعي نفسك بجد، لان ده خلاص يعني انتوا بتطلعوا اجيال فعلا بتطلع عندها مشاكل الاولاد دول، وبتطلع المشاكل كلها الزوجيه بسبب التربيه دي. ان هو شايف ان هو احسن، وان هو شايف ان هو ما يعملش وانتي تعملي حاجات معينه. يعني كفايه بجد. فيعني بجد مناقشه الموضوع كانت بجد عجباني جدا، وبصراحه مسلسل يحترم، والفكره بجد حاجه راقيه وحاجه شيك قوي قوي. كمان اخر حاجه انا حابه اقولها بقى، وهي زي اللي انا لسه قايلاه دلوقتي، ان الغلط غلط الولد ده مش منه هو، الغلط ده اكيد انتوا فهمتوا من تربيه مامته، من التربيه بتاعت مامته، هي اللي خلته ان هو يوصل لكده، هي اللي خلته ان هو يعمل كده. فما نقدرش ان احنا نغلطه. طب بس طبعا هو خلاص يعني بالنسبه لو في امثله في المجتمع زيه فخلاص دول واعيين وكبار، يعني يقدروا يغيروا من نفسهم للاحسن، ويبقوا بني ادمين سويين طبيعيين، مش حاسين ان هم احسن من حد، لان ربنا كرم بني ادم كلهم وما قللش ابدا من حد. ادى افضليه شويه في حته الصرف، في موضوع الصرف ماديا، انه الراجل او الشاب ده بيصرف على البنت اللي موجوده في حياته وزوجته، او يعني هي دي الحكايه، لكن مش علشان هي اقل وهو احسن. وتقدروا تسالوا طبعا شيوخ يعني تتكلموا في الموضوع ده بقى مع ناس ليها في الدين اكتر، او تعملوا سيرش او تكلموا دار الافتاء، هتلاقوا تفسير الحاجات اللي بناخدها على مزاجنا تفسيرها كله كان غلط. ف
بس كده، دي كانت كل حاجه للفيديو. بجد مسلسل يحترم جدا جدا. لا كان يستاهل ان انا اعمل فيديو، على الرغم ان انا ده مش المحتوى بتاع الشانل بتاعي. فلو انتوا اول مره تشوفوني ادخلوا بقى بصوا بصه كده على الشانل، واستنوني في الفيديو اللي جاي وقولوا لي رايكم، اتفرجتوا على المسلسل ولا لسه. انا حاولت ما احرقهوش يعني، يا رب اكون فعلا عملت كده. واتفرجوا عليه يا جماعه، للناس اللي ما اتفرجتش برشحه جدا جدا بصراحه. واستنوني فيديوهات جايه، اشوفكم على خير، باي باي.